لو كنتِ بتدوّري على وصفة سريعة ومنجزة وكمان موفّرة معاكِ، يبقى الوصفة دي ليكِ. نُص كيلو من اللحمة المفرومة، حبّاية من البصل متوسطة، 5 فصوص من التوم، نُص كوباية من البقدونس أو الكزبرة زي ما أنتِ حابة، نُص كوباية بقسماط، البهارات اللي عندي ملح وفلفل أسود، بهارات لحمة، وكمان كزبرة جافة. كل حاجة نُص معلقة واضربهم كويس في الكبة. طبعًا ممكن اعملي الخطوة دي على إيديكِ عادي جدًا، بس نعّمي كل حاجة كويس. هاشتغل فيها على طول، مش هاسيبها لمّا ترتاح. أبِل إيدي زيت أو مَيّة وابتدي إن أنا أشكّلها كُرات صغيّرة على قد ما أقدر، هتعمل معاكِ كمية حلوة جدًا. أهيّة. عندي بقى على البوتاجاز طاسة فيها أي مادة دهنية أنتِ حاباها، بس أهم حاجة أسيبها تسخن كويس أوي وأنزل بيها بالكفتة دي، علشان الكفتة دي ما تنزّلش مَيّتها ولا تفُك معايا. وهانزل واحدة، واحدة، مش كلّهم مرّة واحدة يا بنات. بس كده. ومش هاقلّب فيها على طول زي ما قُلت لِك عشان ما تنزّلش مَيّتها، أنا هاسيبها لمّا تاخد لون التحمير من ناحية أبتدي إن أنا أقلّب فيها. شايفين لون التحمير ده اللي أنا عايزاه، وعايزاها تاخده من كل اتجاه بقى. وما تخافيش الكفتة دي مش من النوع اللي بيفُك. في نفس الطاسة عندي هانزل بحبّاية من البصل واسيبها لمّا تدبل شوية، وبعد كده انزل عليها بمعلقة من التوم واحمّر فيه كويس بقى كده مع بعضيهم هُم الاتنين لحد التوم ده ما يطلع له ريحة. أنا مش هاسيبه يطلع له يبقى ليه لون، أنا بس هاخلّيه يطلع الريحة بتاعته. أنزل بقى عندي بكوبايتين من عصير الطماطم. بس كده خلاص. هي كده ريحته بدأت تطلع معايا، هانزل بقى بكوبايتين من عصير الطماطم، وهانزل عليهم كمان بنُص معلقة من السكر، واسيبهم لمّا يتسبّكوا كويس أوي معايا. بعد ما تتسبّك عندي بقى هانزل عليها ببهارات تاني، وبعد ما اتسبّكت معايا هانزل عليها بالبهارات اللي هي الفلفل الأسود وبهارات اللحمة والملح واضبطهم كويس. وهانزل عليهم كمان بكوباية مَيّة واسيبهم لمّا يغلوا كويس. ابتدي إن أنا أنزل بالكفتة دي تاني عليهم، اسيبهم أغطّي واسيبهم دقيقتين مع بعض يغلوا مع بعض غلوتين دقيقتين، وبعد كده هاطلّعها. بُصّي هي ما فكِّتش وحلوة أوي. طبعًا ممكن تقدّمي جنبها رز أبيض أو مكرونة مسلوقة. وصفة حلوة مش هتاخد معاكِ أكتر من 10 دقايق. يا رب أكون كنت خفيفة عليكم النهارده. أشوفكم في وصفة جديدة إن شاء الله. مع السلامة.